حتى اطلع احكي باي موضوع دراما. انا ما إلي مصلحه باي اشي، وبيعرفوني بحياتي ما التصقت بحدا ولا طلبت من حدا اشي. عندي جوزي، عندي اهلي، عندي شغلي، عندي شركتي. بس اللي عم بصير كتير ظلم، واللي بيسكت عن الحق شيطان. فانا لازم اطلع احكي. ما اشوف نفسية جوزي متدمرة، نفسية بيت حماي متدمرة بظلم، عشان هم ما بيقدروا انهم يطلعوا يحكوا عن عائلتهم على السوشيال ميديا. ما عندهم هاي الاشي انه عادي انا افتح الكاميرا وعادي احكي عن عائلتي عشان انا اطلع ترند، او انا عشان اجمع لي كم من دولار زيادة. فاللي صار انه هلا عم بيطلع لي فيديوهات انا انه شهد مسكينة حرام مظلومة، وفي ناس كتير فكروني مبسوطة بهذا الدور. بس انا ابدا مش مبسوطة، لانه هذا الكلام يعني انتوا لو عايشين معي بالحياة العادية، انا حدا كتير قوي، شخصيتي قوية، واللي بيجيني على طرف بنهيه. حبابة بس زيكم، اللي بيجي على طرفي ما بضنيش قاعدة عندهم. بس في مواقف انا شايت لهم اياها، يعني في مواقف منيحة لبناتي حماي او لخالتي. يعني ما بدي اشعب الامور، بس مثلا خالتي اللي هي ام جوزي، لما رحنا على العمرة كلاتنا بتعرفوا تعب ورجلينا بتوجعنا، انا شايل اكياس، ام جوزي تحملهم عني، انا بحكي لها لا هي تحملهم عني. بالطيارة بتعرفني بخاف تقرأ لي قرآن لما نقلع ولما نهبط، ضلها ماسكة ايدي. اي اشي بحتاجه، اي اشي بنقصني دائما بلاقيها هي بظهري. فلما اشوف هذا الكلام عليها انا رح انقهر، لانها هي كمان يعني اللي عملت لي اياه عملتني زي بنتي. ليش اضلني ساكته؟ عشان انا مبسوطه انه واو انا طالعه كثير مسكينه ومظلومه على السوشيال ميديا، فانا خلص اضلني ساكته. لا، ما حضلني ساكته، ومو مجبوره اني ادافع عن حدا ولا احكي عن حدا. انا لو مو عاجبني الوضع كلياته انا بتلاقونيش موجوده هون اصلا. فاللي صار من البدايه بدي افرجيكم هيك بس تناقض اولي. اول اشي بعيد ميلاد سدرة، بما انه هم بيست فريند وصحبات، بعيد ميلاد سدرة ما كان عيد ميلاد، اخوانها جابوا لها كيكه، واسامه اجا معاه بالمعيه ضيوف اللي هم اصلا جيران بيت حماي، فاجوا. لسه ما طفينا الشمعه، يعني لو في نيه طيبه او نيه منيحه بنبعت مسج مثلا كل عام وانت بخير، هذا اول اشي. بعدين نفهم الموضوع، مش نفهمه على الكاميرا، مش نفتح الكاميرا على طول لسه البنت ما طفت شمعتها، يعني لساتها ما انبسطت بكيكتها، يحكوا انه والله ما انعزمنا مع انه ما في مشاكل. بعدين يطلع فيديو من يومين انه لا في مشاكل غير العيد ميلاد. طب في مشاكل ولا ما في مشاكل؟ انا مو فاهمه. ولا موضوع بس احنا بدنا نطلع ترند مو عارفين كيف؟ حكي انه كل العائلات بصير فيها هوشات وبتطابشوا وبتضاربوا، بس لسه احنا قبل ما نفهم الموضوع نطلع نخلي الناس تهاجم البنت بعيد ميلادها عشان فريمتين على السناب شات. اوكي ماشي. هي هون سدرة حست انه يعني زي اختي بيست فريند، ليش هيك تعملين؟ طعنت من ظهرها. اوكي. بعدين خلص الموضوع انتهى. نارين بعتت انفيتيشن للايفنت تاع البراند تاعها، ما ردوا عليه، ما ردوا على المسج، ما عملوا كومنت ولا باركوا ولا زي كانه في اشي. هذا على اساس انه في نيه الصلح. بعديها بعد هذا اللي صار المسج اللي انتم شفتوه تاع سدرة، انا كشاهد مثلا او انتو او اي حدا طبيعي بوصلوا هيك مسج، اذا كان عن جد شخصيته قويه بروح يواجه، بروح بمسكها من شعرها، بروح بضربها، بروح بحاسبها، خلي جوزي يحاسبها. اما انه اعاقبها بسمعتها، هي مو خاينتك، هي مو طعنتك بظهرك، هي ما عملت لك اشي هالقد يستاهل هذا العقاب. انه وليش سدرة؟ يعني كلياتنا بنعرف وهي بتعرف قد ايه موضوع التنمر عانت منه سدرة، يعني كلياتنا بنعرف قديش هذا الموضوع بأذيها.
انت تخيلي انه انت مثلا صاحبيتك او اختك طوشتوا على سبب تافه، مو سبب قوي، سبب تافه، تروحي تستخدمي نقطة ضعفها عشان تنهيها.